السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى بص الفيديو بتاعنا النهاردة كله نشاط وحيوية وتشجيع كده. ان شاء الله هيخليكي تخلصي كل اللي وراكي من غير ما تحسي. حرفيا بجد والله عايزة اقول لكم، انا قمت كده من الصبح، اول ما قلت هعمل ايه، هاخد لفة سريعة كده في الشقة. يعني قلت هاخدها معاكم بقى كده عشان اشجعكم كده ان شاء الله، وتشجعوني كده باللايك برضو والاشتراك كده الحلو منكم، ودعوة حلوة برضو من قلبكم كده. وبص بقى، انا قلت ايه هعمل ايه، هاخد لفة كده سريعة في الشقة كده ساعة الصبح تخليني مرتاحة طول اليوم حرفيا كده. جربيها. يعني لو كنت بتقومي مكسلة او كده، لا حاولي كده تقومي. مش لازم اللي هو ايه، يعني حاسة نفسك هلكانة شوية وعايزة مثلا ايه تاخدي فاصل شوية او تشربي حاجة او تاكلي حاجة، تمام ابدأي يومك كده. بعد كده حسيت ان انتي يعني عايزة اللي هو لا، يعني فايقة ومش عايزة تفطري دلوقتي او مش عايزة تشربي دلوقتي حاجة، خلاص يبقى انت ابدأي كده يومك على طول. خدي لفتك كده اللولبية في الشقة كده، هتخليكي بص مرتاحة طول اليوم حرفيا. يعني انا صورت معاكم بس كده اللي هو الارج والصالة والكنس والكلام ده كله، بس حرفيا الحمد لله كنت مخلصة كل اللي ورايا. فانت برضو حاولي كده ايه، يعني تقومي تخلصي كده اللي وراك. يعني كان عندي شويه غسيل زي ما انتم شايفين، وكان عندي الارج زي ما وريتكم كده شكله، بس كان والله سهل، ما فيهوش حاجه جامده غير الغسيل اللي هو انا لميته اهو. قلت ايه برضو يعني هعمله على طول كده معاكم. وطبعا الغسيل ده، بصوا الغسيل والمواعين احنا كلنا عارفين ان يعني دي حاجات بتتكاثر ذاتيا كده، عارفين اللي هو انا كده كل الغسيل ده. وعندي غسيل بجد يتغسل حرفيا ما شاء الله، يعني حدث ولا حرج، كمية محترمة. فقلت ان شاء الله برضو هحط الغسالة العادية الم كله عشان ارتاح برضو واخلص، احسن ما افضل كل شوية احط في الاوتوماتيك، كل شوية احط في الاوتوماتيك. والمشكلة ان الاوتوماتيك عقبال مثلا ما اخلص يعني ايه اغسل الابيض لوحده، الملون لوحده، الغامق لوحده، بيكون الابيض خلاص اتجمع معايا تاني. فاللي هو لا، قلت هخلص كده ايه، اخد كله على بعضه كده. الغسالة العادية حلوة في ان هي بتاخد كله. وطبعا زي ما انتوا عارفين الغسالة بتاعت اللي هي الفريش الحلة الكبيرة ما شاء الله، فبتاخد معايا يعني كمية كبيرة، بتخلص على طول. اه هي ممكن متعبة شوية جسديا، ان هي مثلا ممكن احس ان انا تعبت شوية فيها او كده، بس لا حرفيا بصراحة بعد الروقان اللي الواحد بيشوفه، لا بتنسى اي تعب. لما تلاقي نفسك لما مخلصة كل الغسيل اللي عندك، يعني عارفين ان هي بتشجعني اصلا، بتخليني اخلص يعني اخد اللي هو مش الغسيل اللي في الباسكت الغسيل بس عزكم الله، لا يعني الغسيل نفسه اللي هو ممكن ايه، طرحة اتلبست مرة، تيشيرت اتعلق كده وما اتلبس، عارفين بحس ان انا بلم كل الغسيل اللي في الشقة كده. فبصراحة بتشجعني، وزي ما احنا كنا طبعا متعودين امهاتنا زمان ربنا يديهم الصحة يا رب ويبارك في عمرهم، كانوا بصوا الغسالة كمان العادية القديمة بتاعت زمان، عارفين اللي هي كمان مش زي دي اللي هي بتشيل كتير. وكان لو تفتكروا برضو، لو حد يعرف اللي هو مثلا كانوا زمان كان في اللي بيغلي الابيض دون كده في الباستيلات بتاعت زمان، يعني لو حد يعرفها. يعني عارفين كان في والله حاجات كده الواحد زمان كان بيشوفها، حتى لو مش عند والدتك كنت بتشوفيها عند اي حد. وكانوا بيمسكوا بالغسيل اللي هي صابونة الغسيل دي ويغسلوا الغسيل على ايديهم، بيطلع زي القشطة. اللي هو احنا دلوقتي لو حرفيا حطينا في الغسالة العادية وشلناه وشطفناه، احنا ايدينا بتوجعنا. يعني متخيلين؟ بتحس ان انت ما فيكيش خلاص ايدك العصب بتاعها خلاص ما مش موجود، انت بتدوري عليه. فلا بجد ربنا يديهم الصحة جميعا يا رب ويبارك في عمرهم. واللي مامته توفت يا رب يرحمها يا رب ويجعل مثواهم الجنة. فبجد بجد يعني حاولي كده تشجعي وخلصي كده اللي وراكي كده ساعة الصبح، فعلا والله بجد الحاجة البدرية منسية. وما تضمنيش، ممكن فجأة تلاقي حد خبط عليكي ودخل. يعني هتعرفي منين؟ لا عارفين اللي هي انت جاهزة في اي وقت، وبصي لأي موقف بقى ايا كان. يعني حد مثلا خبط عليكي وجالك كده على غفلة ضيف، تبقى انت مستقبلاه كده، شقتك نظيفة قاعدة مرتاحة، عارفين انتوا الجو ده. انما لو الشقة متبهدلة تحسي نفسك في نص هدومك، مش عارفة اذا كنت تفتحي الباب ولا اذا كنت تلمي الحاجات اللي في الشقة ولا تعملي ايه. فما تحطيش نفسك في موقف زي كده. وممكن يجيلك مشوار مثلا فجأة، تبقى انت سايبة الدنيا نظيفة ومرتاحة كده نفسيا، وتحسي ان انت هترجعي مش ما وراكيش هم ولا وراكي حاجة انك يعني مسؤوليات عندك تعمليها او كده. لا بتبقى الدنيا رايقة ونظيفة. وبرضه في الاكل نفس الحكايه، يعني حاولي برضه ايه
تبقي مثلا عارفه انت هتعملي ايه تاني يوم، فتجي تطلعي الاكل تبقي مجهزاه. انا هعمل مثلا فراخ ورز وخضار، هعمل مثلا لا رز وخضار وسلطه بس، يعني ايا كان تبقي عارفه. ومن ناحيه الاكل برضو انا عايزه اكلمكم بصراحه على افكار برضو في التوفير حلوه جدا. يعني احنا عارفين في حاجات كتيره غليت، وفي حاجات برضو الحمد لله سعرها نزل، اللي هي الفراخ البيض الحاجات دي. فالحمد لله، هي ربنا يعيننا جميعا يا رب على كل امور بيتنا. بس عايزه اقول لكم يعني في افكار برضو، في اكلات والله بتبقى جميله جدا وبتاكل عن لما تعملي فراخ ولحمه، يعني حرفيا بجد. يعني انت مثلا لو جيتي جبت مثلا بتنجانية كبيرة او اتنين وسط كده، ورحت جبت مثلا كيلو بطاطس معاها ونص كيلو قوطة، وان شاء الله هعمل معاكم الافكار دي، ورحت عملت صينية كده مسقعة، ورحت عاملاها كمان بقى بالبشاميل، يعني عارفة بقى انت كده روقت عليهم ترويقة محترمة. وكده عملت معاها مثلا ايه، خليتيها مثلا سبايسي شوية، لو هما بيحبوا الحراق بص هياكلوا منها ويدعولك ويقولك تسلم ايدك. يعني حرفيا مش هتاخد معاك تكلفة كبيرة، يعني كيلو بطاطس وبتنجانية كبيرة او اتنين وسط. وممكن كمان تاخدي من البتنجان كمان تخللي منه كمان حبة كده جنب الاكلة دي بقى، عارفين اللي هي حاجة بقى تفتح النفس كده وتأكل. يعني عايزة اقولك والله افكار كده لو شغلت دماغك شوية هتلاقي نفسك بتوفري وبتعملي اكلات حلوة وبتأكل عن لما تعملي فراخ ولحمة وحمام والحاجات دي. ممكن تعملي برضو الكشري ده بص حبيب المصريين وحبيب العيال جدا. اللي هو انت على فكرة انا ما بتكسفش، انا ممكن اروح عادي للعلاف، اقول له عايزة ب5 جنيه مكرونة صغيرة بتاعت الكشري، و5 جنيه سباكيتي ب10 عدس. يعني عارفة اللي هو انا عندي الرز مثلا فتمام. يعني الحاجات دي على فكرة انت بتعملي على قد اكلة، يعني انت لو بتمشي نفسك باليوم مش بالشهر. لو بالشهر تمام، يبقى ممكن تعملي حسابك مثلا وتجيبي مثلا نص ونص ونص، انت مثلا ايه هتعملي منهم مرتين في الشهر ولا حاجة، او 3، وعلى حسب ما تقسميهم وعلى حسب عدد افراد اسرتك. فحاولي كده برضو تظبطي امور بيتك كده اللي هو ايه، يعني هتلاقي نفسك والله الدنيا بتمشي واكلات حلوة قوي. لو عملت مثلا غيرت جيتي عملت حبة فول بالقوطة، وجنب منهم حبة مش كده، وعليهم بضاية واحدة حتى مسلوقة، مش هقولك بيض مسلوق، وقطعتيها كده على الجبنة المش كده من فوق، بعد ما تحطي لها حبة الطحينة بقى وتظبطيها كده بقى بالزيت. وتروحي مثلا عاملة بطاطسيتين محمرين جنب منهم كده، يعني مش هقولك كيلو بطاطس، بطاطسيتين محمرين كده جنبهم. بصي الاكلة دي بتاكل بطريقة ما اقولكيش. وبدل ما تعملي الفول عادي كده، جربي كده اعمليه بالقوطة لو بتحبوا الفول بالقوطة، بصي تحفة. يعني انت حاولي تعملي الحاجة اللي هما بيحبوها عندك، واللي انت عارفه ان هي تتاكل، مش بس مش هبقى عارفه مثلا ان الحاجه دي مش هتتاكل بس بتوفر فاروح اعملها. طب ما ترميها فين التوفير اللي انت عملتيه؟ لا، حاولي كده ان انت مثلا هما بيحبوا مثلا الفول مثلا بالبيض، لا انا ممكن اعمل احط مثلا في الفول معاه بيضايه واعمله. ومش هياكلوا عندي الفول ساده او مش هياكلوا الفول بالقوطه، ممكن يكونوا بياكلوا الفول بالقوطه، لا انا ممكن احط عليهم قطيتين وياكلوه ويدعولي. وبصي يعني ازود قطيتين بس في الموضوع اللي هو هعمل بيهم الصلصه بتاعت الفول، هتوفر معايا عن اكله مثلا ممكن اعملها اكله دسمه. فحاولي كده على قد ما تقدري تظبطي، وبرضه في نفس الوقت مش هنحرم اولادنا، هنعمل لهم اللي نفسهم فيه. ويجون في يوم مثلا نفسهم مثلا في اكله تانية، حواوشي معرفش ايه، طبعا هنحط مثلا هتجي مثلا عايزين الاطفال طبعا كلهم بيحبوا الحواوشي، وعايزه تعمليه هتلاقي نفسك ممكن تزودي بقى معاه البصل والفلفل والحاجات دي، فترمي معاكي كميه برضو اكبر، وفي نفس الوقت بتدي طعم مش بتغير، مش اللي هي طعم اللحمه او كده. فكل الحاجات دي بصي اديكي عملتي برضو اكله فيها لحمه، بس برضو كميه معاكي زادت وطعم حلو، مش اللي هو مثلا تزودي الكميه فتغطي على طعم اللحمه فالعيال يحسوا ان هما فين الحواوشي اصلا. لا، مع حته بقى ليا تفرميها، عايزه اقولك بتاخد الحواوشي دون في حته تانية خالص. والله جربيها حتى لو مالكيش فيها، انا بقولك عن تجربه، جربيها حته صغيره هتلاقي طعم الحواوشي ده اختلف معاكي، يعني ما اقولكيش 180 درجة. وفعلا بجد بيأكل، يعني هتلاقي نفسك احلى من اكل من الحواوشي بتاع الشارع بمراحل. ده مثلا ايه، اهي اكله فيها لحوم، يعني احنا مثلا هنقول مثلا يوم مسقعه، يوم كشري، يوم الفول مثلا بالجبنه المش كده مع بضايه مسلوقه، مع
مثلا جبت حبة عجينة طعمية وعملتيها بقى يعني بص ده احنا كده دلعناهم، يعني انت متخيلة. وبرده المسقعة زي ما قلت لك اعمليها بالبشاميل بتبقى طعمها تحفة، هي مش بشاميلها مش بيبقى كتير قوي، فمش هتاخد معاكي، هي معلقتين دقيق زيادة وربع كيلو لبن، يعني انت متخيلة عايزة تزودي كمان عليه حبة مية والله عادي مش بتقول لأ. فانت بصي دي ترجع لك انت، فحاولي كده تظبطي نفسك كده. والله انا عندي احط ربع كيلو لبن او نص كيلو لبن كمان، يعني لما احط فرخية، يعني الصراحة الحق يتقال، يعني اعمل مسقعة كده بالبشاميل ولا اعمل فرخة ورز وخضار وسلطة دي اخليهم بقى في يوم تاني. فعارفة انت حاولي كده ايه ظبطي نفسك كده، والله افكار حلوة قوي. ولو مثلا اولادك مثلا ما لهمش في البصاره، انت ممكن تعملي لك حبه بصاره وتعملي لهم مثلا، طبعا احنا بنحب البصاره طبعا، يعني ما اعرفش مش كله طبعا بيحبها، بس يعني عارفين اللي هو لا انا وجوزي بصراحه بنحبها، اولادنا ما لهمش فيها. فوقت ما هعملها لا ممكن اعمل لهم هم جنب منها بقى حبه شكشوكه، بيحبوا الشكشوكه، احب اعمل لهم حاجه بقى هم بيحبوها. فعشان كده بقولك افكار والله حلوه جدا. وفي الحر ده اصلا احنا مش محتاجين طبيخ، يعني عارفين اللي هو تحس ان الجو مش عايز طبيخ، انت عايزه جبنه وعنب، جبنه وبطيخ، الحاجات دي. بس البطيخ بصراحه اليومين دول مش حلو، معرفش ليه بطلنا نجيبه بقالنا فتره كبيره، عشان ما بقاش حلو خالص، معرفش بنجيبه كده تلاقيها حمرا وحلوه بس مسخه، متعرفيش طعمها مش حلو، فلا بطلنا بصراحه. فحاولي كده تظبطي نفسك كده وافكار كده حلوه وابتكري، يعني دي بيتك مملكتك انتي، دبري انتي امور بيتك، ما اقعدش مثلا اقول ايه اصرف 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 واجي في اخر الشهر اكلم نفسي. لا حاولي على قد ما تقدري ما تخليش حد اللي هو ايه، يعني تبقي انت مثلا حاسه انك لا ممكن تروحي تستلفي او كده، لا اوعي، يعني حاولي تظبطي نفسك على قد احتياجاتك، ولم نفسك اول الشهر على قد ما تقدري، يعني ايه خلي ايدك كده امسكي على ايدك شويه، ترتاحي اخر الشهر وتحوشي والدنيا تمشي وتبقى زي الفل. وبص انا خلصت كده الشقه والله ما خدت معايا حاجه حرفيا، شوف انا بقول لكم والله ما خدت معايا حاجه، وحسيت الدنيا راقت ونطفت، وبقى عندي بص استعداد استقبل اي حد في اي وقت. ويا رب يكون الفيديو